تخيل انك تقوم من نومك تفتح التلاجة، تشوف لحمة او فراخ او حتى برجر، تلاقي نفسك مش طايق ريحتهم. وكله ده حصل بسبب كبسولة صغيرة خدتها قبل النوم. اه والله، الموضوع مش خيال علمي. في 2025 ظهر دواء بيخلي جسمك يرفض اللحمة تلقائيا، اسمه التجريبي ميت اوف. وده اول دواء في التاريخ بيخلي الانسان نباتي مؤقتا. تعال اقول لك كل التفاصيل. ايه هو دواء ميت اوف؟ الدواء ده لسه تحت التجريب، وابتكرته شركة ناشئة في كندا بالتعاون مع معهد أبحاث غذائي. فكرته إنه يشتغل على نظام الجسم العصبي، ويغير نظرتك تماما للطعام اللي جاي من الحيوانات. يعني تخيل تاخد الكبسولة دي وبعدها تحس إن طعم اللحمة باقي ميت، ريحتها وحشة، وشهيتك نزلت صفر. كل ده لمدة طبعا 3 أو 5 أيام بس، وبعدها جسمك بيرجع لطبيعته. والناس اللي جربوه قالوا انهم حسوا كأنهم دخلوا دايت اجباري بس من غير مقاومة. طيب ازاي بيشتغل الدواء؟ الدواء بيشتغل على 3 مناطق اساسية في الجسم. المنطقة الاولى وهي مستقبلات الطعم، ودي المسؤولة عن طعم اللحوم والبروتين الحيواني. الدواء بيعمل لها زي اطفاء مؤقت، فبتبطل تستمتع باكل اللحمة. تاني منطقة هي مراكز الشمية في الانف. الدواء بيأثر على مستقبلات معينة بتستجيب لريحة الشوي والدهون الحيوانية. فجأة ريحة اللحمة اللي كانت تفتح النفس تبقى زيها زي البلاستيك المحروق. تالت منطقة وهي مركز الدوبامين في المخ، ودي طبعا أخطر حاجة. الدواء بيقلل إفراز الدوبامين بعد أكل اللحمة، وده معناه إن جسمك مش بيكافئك زي الأول، فبتبطل تدور عليها تلقائيا. طيب مين محتاج الدواء ده؟ الفكرة بدأت لمساعدة ناس عندهم أمراض زي ارتفاع الكوليسترول، مشاكل القلب، التهابات مزمنة، أو حتى ناس بتحاول تبطل أكل اللحوم. الشركات بتقول إن الكبسولة ممكن تساعد في تغيير السلوك الغذائي بدون صراع نفسي. يعني بدل ما تعاني من الإرادة، جسمك نفسه يبقى معاك مش ضدك. يعني دي كبسولات الإرادة. الدواء برضه ليه مشاكل، زي إن في ناس فقدت الشهية تماما وما بقوش قادرين ياكلوا حتى بروتينات النباتية. وفي مخاوف من استخدام الدواء في وجبات جاهزة بدون علم الناس. وكمان ظهرت شائعات إن شركات أغذية نباتية بتمول الدواء ده عشان تسيطر هي على السوق. وده طبعا كله بيفتح سؤال خطير: هل ده دواء ولا وسيلة للسيطرة على الناس؟ في النهاية رأيك يهمنا. تفتكر لو نزل الدواء ده في السوق هتجربه؟ تحب تخلي جسمك نباتي لمدة كام يوم، ولا شايف ان دي مبالغة وتدخل خطير في الطبيعة البشرية؟ اكتبولنا في التعليقات واشترك في القناة.